من الترجمة إلى التربية والتعليم، يعني في علاقة ببعضهم، خاصة أن ضيفتنا الكريمة يعني تحلق وتتقن 3 لغات وعديد النشاطات تمارسها بهاللغات الثلاثة هذه، العربية والفرنسية والإنجليزية. الأستاذة نادية الرياحي، أستاذة الفرنسية، خريجة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وعضو الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. صباح الفل والياسمين أستاذة. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام في تونس وفي الوطن العربي. فما شوية شمولية معناها في التكوين، ثم الاختصاص، ثم النشاط اللي مش معناها في سياق رسمي تعليم اللغة الفرنسية فقط. هذاك علاش حبيت نسألك على يعني أهداف وبرامج ونشاطات الجمعية التونسية للمبادرات التربوية كانت عرفنا بها أستاذ. هي الانطلاقة في أكتوبر، يعني من في مثل في هذا الشهر، يعني 2020 كانت نعم. انطلاقة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية مع نخبة من المدرسين في تونس، وكانت أول مبادرة هي من دار القري صغاري اللي شملت تونس وشملت الوطن العربي. وكنت من المحظوظين أني انضميت وتعلمت الكثير، وأدين بفضل كبير يعني لهذه الجمعية لما قدمته لي ولكل أظن مدرسين في تونس وفي الوطن العربي، خاصة أصبح على نشاط عربي منذ 4 سنوات، والحمد لله الأسبوع العربي للبرمجة فكرة الأستاذة المجدة المبدعة الأستاذة وداد الرزقي، الذي أصبح له يعني صيت كبير عربيا ومع الأليسكو وكل الدول العربية تقريبا تشارك فيه، ويواكب العصر من خلال الذكاء الاصطناعي والاعتماد على اللغة العربية. أنت أيضا بدورك تحملين صفة أستاذة مجددة، ما معنى هذه الصفة أستاذة؟ ولو أنه فاتني باش نسألك معناها شنو هي المستويات الدراسية اللي درس فيها وفين فانا مؤسسة تربوية؟ أنا أستاذ أول مميز درجة استثنائية فرنسية، قريت في المدرسة الإعدادية مازن عبد الرحمن، قريت أيضا في ماتر، وقريت في أول بداياتي في مدينة السرس من ولاية الكيف. سعيدة جدا بأن أذكر كل المعاهد التي مررت بها. المعلم المجدد هو خيار أن تكون يعني مختلف عن غيرك، أن تكون تعمل على تغيير ما بنفسك حتى تكون معلم مجدد ويصبح له تلامذة مجددين تماما مثله. فاقد الشيء لا يعطيه طبعا، يجب أن تبدأ بنفسك لتمر طبعا مواكبة للعصر، مواكبة أيضا لما يدور حولنا في الوطن العربي في الدول العربية وفي العالم أيضا. نعم. يجب أن تغير من نفسك وتصبح معلم مجدد. وأنا معلم خبير مايكروسوفت للسنة الرابعة على التوالي، وأيضا أدرب على مايكروسوفت منذ سنوات من خلال فريق عالمي مهارات القرن 21 بالعربي، حيث أجمع كل الأساتذة العرب في الوطن العربي ليقدموا مهاراتهم، خبرتهم، فلسفتهم. هذا افتراضيا معناها على الشبكة وعلى طريق معناها مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح ذلك. نعم، بإشراف من قلت لي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لالك الأسبوع العربي للبرمجة. هذا وقتاش من كل سنة هذا ينتظم؟ في بداية السنة. نحن الآن بصدد نشرنا النتائج الأولية حسب الدول العربية، ودائما في تونس يتم الأسبوع العربي. لا، السنة الماضية كنا في مصر واحتفلنا في الأزهر. معناها على عين المكان مش افتراضيا. فعاليات الأسبوع هو يلتقي عليه افتراضي. نعم. يعني نعم. ننشر مثلا المسابقات، وكل دولة تشارك من خلال مدارسها أبنائها التلاميذ، ثم يكون التحكيم يعني الأولي للنتائج حسب الدول. نعم. بعد ذلك يكون التحكيم العربي لنحصل على الفائز إن شاء الله. السنة هذه سيكون الاحتفال في الرياض في السعودية. نعم. للأوائل عبر نتائج الوطن في العربي ديسمبر على ما أعتقد، في شهر ديسمبر. نعم. إن شاء الله. نعم. لو كان بالإضافة إلى يعني تدريس الفرنسية بالمدرسة الإعدادية بمنزل عبد الرحمن، تعطينا فكرة على هل النشاطات هذه هل تتطلب أنك تكون يعني حاضرة جسديا في أماكن معينة، نوادي معينة، فضاءات معينة، وإلا الكل افتراضيا عن طريق الجوال ولا حاسوب المحمول وغيرها؟ هو هذا وذاك.
نعم. يعني في المدرسة الإعدادية مزرعة عبد الرحمن منذ جواب سنوات. جميل هذا. نعم. إذا لدي نادي، نعم. نادي البرمجة هذا حبيت نعرف 21 أي. ولدي تلامذة مبدعين والحمد لله. نعم. وحصلوا على عديد الجوائز، وكنا من المتميزين في الدورة الأولى الأسبوع العربي للبرمجة باسم مدرسة مزرعة عبد الرحمن. أيضا حصلنا على سنة مجانية من تطبيق بنسي العالمي من أمريكا ل5 أساتذة من المدرسة الإعدادية. سنة مجانية إبحار عبر تطبيق يسوى، يعني إبحار بتدفق عالي جدا. نعم. 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 وأيضا هذه السنة هذه جائزة قيمة.